السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض النهارده وصفة سهلة وبسيطة. تعالوا نعمل السجق بالخلطة بالطماطم والبصل والفلفل بطريقة سهلة جدا وبطعم جميل جدا. تعالوا معانا هنا هنجيب الحلة بتاعتنا، هنخليها تسخن وهننزل بالسجق. مش هنحط اي مادة دهنية، مفيش اي مواد دهنية هنضيفها لان كفاية الدهون اللي في السجق. هنشوحه نديله صدمة زي ما احنا شايفين لحد ما يتشوح وياخد معانا اللون الجميل ده. بعد كده مكان ما شوحنا السجق هننزل بمكعب زبدة، مكعب زبدة صغير. معانا هنا بصل متقطع شرايح ومقطعينه على 4 زي ما احنا شايفين كده. هنشوح البصل، رشة ملح ورشة فلفل. اهم حاجة نشوح البصل كويس جدا، عايزين البصل يتشوح لحد ما يدبل. بعد كده معانا حبيتين فلفل رومي هنقطعهم شرايح برضو على 4 زي البصل، وهنشوح البصل مع الفلفل شوية. بعد كده هنكون مجهزين طماطم مقطعينها برضو نفس تقطيعة البصل والفلفل، وهنشوحهم بقى مع بعض. هنشوح لمدة 10 دقايق. عايزين الخضار يستوي هنزل بقى بمعلقة هريسة ومعلقة صلصة كبيرة وفلفل اسود ورشة كمون ورشة كزبرة صغيرة. هنقلب بقى كويس جدا وهنبدأ نشوح في الخضار. هنسيبه لحد ما يدبل ويستوي كويس جدا الخضار، عايزين ياخد معانا الطعم. معانا هنا بقى السجق بعد ما شوحناه وسيبناه يبرد هنقطعه كده صغيرة بالمقص كده زي ما احنا شايفين. هنقطع الكمية كلها، شايفين متشوح ولونه جميل ازاي. اهم حاجة يا جماعة التشويحة دي بتفرق في طعم السجق جدا. مش شايفين الخضار استوى معانا ازاي؟ هننزل بقى بالسجق، بس الخضار مستوي ازاي وجميل. هنسيب بقى السجق يستوي مع الخضار، هنهدي النار وهنسيبه وكده يبقى السجق بتاعنا جاهز. شايفين بسم الله ما شاء الله السجق بتاعنا بعد ما استوى بالخلطة طعمه تحفة جميل جدا وسهل وبسيط واحلى كتير من بتاع الشارع. لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.